الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن صحة واحسن حال باذن الله يا رب. فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله باذن الله مع بعض كده تستفيدوا وبعتذر مبدئيا لو الفيديو طويل شوية. بس انا عملته طويل علشان ارد على كل الاسئله اللي طلبتوها مني، وان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني كده وارد عليكم. واقدر افيدكم. بس لو اول مره كده حد يتفرج عليا اتمنى كده يدوس لي على كلمه اشتراك ويشرفني وينورني في القناه. وبرحب باخواتي وحبايبي اللي دخلوا جداد معايا في القناه، شرفتوني واسعدتوني، يعني بجد شرفتوني جدا جدا، ده شرف ليا. ان انتوا كده بتدخلوا عندي وبتتفرجوا وبتتابعوا وبتكتبوا لي كومنتات حلوة، بجد تسلم ايديكم. وجزاكم الله كل خير على الكلام الجميل والدعاوي الحلوة اللي بتدعوها لي دي، ربنا يخليكم يا رب. انا عايزة اقول لكم بس هنا الفيديو على يومين. انا كنت سبت وحد. هنا ده كان يوم السبت، اليوم دوت انا ببقى اقوم بدري بودي بنتي كده الدرس وبرجع البيت وبرجع اخدها. فبيبقى بصراحة بالنسبة لي اليوم مرهق جدا جدا. يوم السبت ده بيبقى يوم بابقى فيه مش عارفة، بابقى مش عارفة ليه يوم السبت ده بابقى كسلانة جدًا. فأنا باقول لكم اللي عملته يوم السبت، وإن شاء الله بإذن الله هنبقى مع بعض كمان الحد بإذن الله، وهارُد عليكم كده. عايزة أرُد بقى إيه، على الأسئلة بتاعتكم. كان في account هو باسم محمد عبده، وهي بتقول لي: "ما شاء الله تبارك الله، ذوق حضرتك في الفرش جميل جدًا، أنا عندي reception رمادي غامق أحط له ستاير إيه؟" ده اللي أنا قُلته في آخر الفيديو اللي فات لمّا أنا شُفت الcomment بتاعها في الآخر. بُصّي، هو ما دام الreception غامق عندِك يبقى تحطّي ستاير فاتحة طبعًا، يعني أيًا كان بقى الحوائط هي اللي غامقة، ال الأساس هو اللي غامق، لازم هتحطّي طبعًا الستاير لونها فاتح. أنتِ ما دام في حاجة فاتحة يبقى في حاجة غامقة. أنتم زي ما شُفتوا أنا عندي الreception كلّه فواتح، بس الستاير الجناب اللي هي التقيلة أنا عاملاها اللي هي اللون غامق. يا رب تكوني استفدتِ. ولو في أي حاجة بقى اكتبي لي، لو في أي حاجة تانية عايزة تستفسري عنها بقى إن شاء الله بإذن الله اكتبي لي. يعني أنا عايزة أقول لِك كمان في ألوان حلوة أوي طالعة أوي للرمادي، يعني بتبقى واخدة اللي هو الجريش مثلًا، يعني بيبقى رمادي على بيج. ده طبعًا بيبقى جميل أوي، لو تجيبي الدرجة الفاتحة برضه بيبقى حلو وبيمشي على كل حاجة. في comment تاني جميل حابة أشكرها، هي بتقول لي: "ما شاء الله تبارك الله، تبارك الرحمن، أنتِ مرتبة ومعدلة، تحياتي لك من العراق." هي من العراق، من مدينة كركوك. كركوك يعني، يا رب أكون بنطقها صح. حبيبتي شرفتيني ونورتيني، ربنا يخليكي. ده شرف ليا الكلام الجميل اللي انتوا بتكتبوه دوت. وحد تاني كمان بتقولي روتين راقي جدا، تسلم ايدك، متابعتك جديدة من العراق، شرفتوني. الحمد لله بجد، انا معايا برضو ناس من العراق ومعايا من السعودية ومعايا من دول، يعني الحمد لله بجد. شرفتوني جدا جدا. حاجة تفرحني طبعا. ويا رب كده ربنا يفرجها على كل الدول العربية كده إن شاء الله، ويرزقنا الأمن والأمان جميعا يا رب. مكنة القهوة بقول لكم أنا غسلتها. مكنة القهوة أنا لسه بيجيلي عليها أسئلة، أنا هرد عليكم إن شاء الله. بس في سلوى محمد ونجوى جمال حابة أسلم عليهم، هم حبايبي متابعين معايا بيكتبوا لي كلام جميل، حابة أشكرهم. يعني في نجوى جمال هي بتقول لي: أول مرة أشوفك، روتين جميل اللهم بارك. في حنان عدلي بتقول لي: ممكن صورة لها. أنا الكومنت ده تقريبا من فيديوهين ثلاثة، أنا مش عارفة هي عايزة صورة. أنت عايزة صورة لإيه يا حنان؟ يا ريت تقولي لي أنت عايزة صورة لإيه عشان أوضح لك المعلومة اللي أنت عايزاها. في سالي الشريف بتقول لي: حضرتك ساكنة فين؟ في أي منطقة؟ اللهم بارك، لاني عايزه اشتري شقه. بصوا بالنسبه للشقه، انتوا في اسئله كتيره بتجيلي، والفيو والشقه انا في مقطع عاملاه كده في الاخر. حتى بالليل مصوره لكم الشقه بالليل والفيو كده. وهرد عليكم ان شاء الله باذن الله. في سالي وفي هنا بتقول الفيو ممكن ممكن تقولي ممكن لينك الصفحه بتاعه القهوه. انا قلت هي اسمها سمارت هوم، وقايله رقمهم في كذا فيديو من فيديوهات اللي فات، لو في وقت هقوله ان شاء الله باذن الله الرقم تاني. انا قلته في فيديوهات، في كذا فيديو يعني. تواصلوا معاهم واتس. وعلى فكرة في حد طلبها، وهي بتقول لي هي كاتبه لي كمان ان هي طلبتها، وبتقول لي: انت بتعملي فيها قهوة باللبن ازاي يعني؟ هي بتعمل عادي قهوة باللبن، وبتعمل قهوة بالمية، وبتعمل نسكافيه كمان يعني. هو بس في هنا بتقول لي: انت في محافظة ايه؟ انا في محافظة القاهرة. انا عايزة اكون برد على اسئلة واكون معاكم برضو في الروتين. انا هنا دخلت على المطبخ. بصوا انا صليت الظهر بقى، وزي ما انتوا شايفين انا ده الاسدال بتاع الصلاة كده. قلت بقى اعمل فيه كده كم مقطع دول، انا مش هصور تصوير كتير فقلت البسه كده.
المهم بقى إيه، فضّيت غسّلت الأطباق ورجّعت كل حاجة مكانها، ودول كده كانوا في الحوض، قُلت أحطّهم في غسالة الأطباق عادي، ألِم بقى الحاجات اللي تتحط في الغسالة واللي مش هتتحط في الغسالة آآ غسلته على إيديّا. في حد بيقول لي: "ممكن أعرف طعم لبن قشطة حلو والّا إيه؟" حلو كويس تمام، يعني أنا عن نفسي أنا باحب لبن بخيره جدًا، هو بخيره سعره كويس مش وهو شركة جهينة يعني هي نفس الشركة، بس الفكرة إن هو كيس مش علبة، وأنا بالنسبة لي أنا باحب الكيس بافضّيه في الإزازة عندي وبيبقى سهل كمان يعني لحد آخر نقطة فيه يعني بينزل كل اللي فيه غير العلبة كمان يعني، لكن أوقات مثلًا بالاقي قدّامي قشطة أو حاجة تانية باجيب عادي وهو يعني كويس مش وِحِش، حلو يعني، ولكن أنا بالنسبة لي أفضل لو عايزة لبن اللي هو العلب ده، أفضل حاجة كسعر وكطعم وكدسامة هو بخير وحلو وكويس جدًا يعني. في هنا سعيد برضه بتقول لي: "ما شاء الله تسلم إيديكِ ممكن أعرف شقتِك في أي منطقة وسعرها كام؟" إن شاء الله في آخر الفيديو هارُد عليكم في الحاجات دي كلّها. كان شوية طلبات بقى كده كنت جايباهم يعني وقُلت أرجّعهم مكانهم، في أميرة بنقابي يعني بنقابي تقريبًا أنا ما أعرفش باقولها صح والّا إيه، بس هي اسمها أميرة وسلوى محمد يعني هُم بيسألوا المرّة اللي فاتت الفيديو اللي أنا نزّلته كنت بانضّف بالموب اللي هي الشرشوبة العادية، أنتم سألتوني الإيد الشرشوبة ديّة أنتِ جايباها منين، هي stainless والّا إيه؟ هي stainless فعلًا، بس هو أنا مش جايباها هي أصلًا بتاعة الموب اللي هي الموب العادية. بُصّوا غير لأ دي حاجة تانية بقى دي وأنا باعمل معاكم كده الفيديو وبارتّب المطبخ بصّيت لقيت دي جاية لي أنا كنت طالباها يعني من يومين، قُلت أورّيها لكم كده يعني أنا هاعرف أكتر عنها وأقول لكم بكل صراحة، أنا هنا كنت لسه جايباها قُلت أجرّبها كده هي المفروض دي بتنضّف من غير مَيّة ولا أي حاجة، يعني هي بتنضّف كده منها فيها ما ولا بتبليها مَيّة ولا بتحُط لها أي حاجة. فإن شاء الله هاقول لكم على المعلومات بتاعتها بس هارُد الأول على اللي سألوني على العصاية، بيقولوا لي: "أنتِ جايباها منين؟" هي بتاعة الموب اللي هي ال م مع اللي هي اللي هي بالعصارة دي، أنا فكيتها وركبتها في الشرشوبة دي، أنا الشرشوبة ديّة كنت جبتها يعني جوزي جابها لي وما جابش لها عصاية، فقُمت مركبة دي فيها، كنت باخلع بتاعة المقشة العادية وأحطها فيها، قُلت طَب أجرّب دي لقيتها دخلت فيها فطلعت مضبوطة يعني. أنا هنا باشوف فيه تراب بس بعد ما نضّفته والّا إيه، بُصّوا هنا بييجي معاها اللي هو ده سائل التنضيف بتاعها أو المُعطِّر، وبصراحة المُعطِّر أدّي له 1000 من 10 يعني تعطير بطريقة مش قادرة أقول لكم ريحة المُعطِّر ده بتثبت قد إيه وبتقعد قد إيه. أنا هنا ده المُعطِّر باقول لكم بصراحة هو المُعطِّر بتاعهم رائع، رائع، رائع. أنا هنا كنت يوم السبت أنا يعني هنكمّل الفيديو مع بعض يوم الأحد وهاتكلّم عنها شوية، هاقول لكم يعني رأيي فيها. أنا هنا بس في حد بيقول لي: "الستاير بتاعتِك شيفون والّا كِتّان؟" هي كِتّان، أنا مصورها لِك من قريب هتشوفيها. في منّة اللي هي العروسة اللي معانا ده هنا اسم الشركة new clean surface لو عايزين تاخدوها screenshot. هي منّة بتقول لي: "ربنا يخلّيكِ يا إيمان." آآ بُصّوا أنا عينتها في الكيس بتاعها، هي جاية في الكيس دوّة، أنا عينتها فيه، هي المفروض بتتحفظ يعني في شنطة كده عشان إيه التراب وكده، وأنا هاقول لكم هي ب ب بنستخدمها إزاي وبننضفها إزاي. هارُد بس على منة بتقول لي: "ربنا يخلّيكِ يا إيمان على دعواتِك ليّا كل فيديو، عقبال بناتِك يا رب، ربنا يرزقهم كل الخير ويكتب لهم السعادة دايمًا، ربنا يخلّيكِ ويسعدِك يا رب أنتِ وكل البنات يا رب." بجد أنا حابة أشكركم جدًا، جدًا على كل الدعوات اللي بتدعوها ليّا، بجد أنتم عايزة أقول لكم والله العظيم أنتم يمكن عوض من ربنا ليّا، الحمد لله يعني إن ربنا معوّضني بناس جميلة زيكم، فعلًا أنا بناتي دول الحمد لله يعني دول نعمة ربنا برضه ادّاها لي، نعمة كبيرة ودايمًا يعني ده أملي في الحياة إن أنا يعني أفرح بيهم ونشوفهم حاجة كده وربنا يحفظهم، يعني أهم حاجة ربنا يحفظهم وما يورّيناش فيهم مكروه، يعني بناتي وذرية الناس كلّها يا رب. عشان ذريّاتنا دول هم أعز ما عندنا أكيد، وربنا يا رب يرزق كل مشتاق، والحمد لله يعني بجد الحمد لله اللي ربنا ادّاه لنا نرضى بيه والحمد لله يعني. بُصّوا مش عايزة أفتح في كلام كتير، المهم منّة بتقول لي: "أشتري مكنسة كفاية بتمسح وتكنس واشتري كمان موب بالجردل والّا يعني كفاية المكنسة؟"
أنتِ هتشتري المكنسة اللي بتمسح أكيد يعني حلو أوي ما شاء الله ربنا يا رب يرزقِك وتجيبي اللي نِفْسِك فيه كُلّه، هتجيبيها بس هتحتاجي طبعًا موب يعني جردل بالموب اللي بيتحط فيه مَيّة لازم ولا بُد منّه عشان الحمامات، عشان البلكونات، أي لو عندِك بلكونة لو ما عندكيش أكيد في حمام، أكيد المطبخ، الكلام ده كُلّه مش هينفع يتنضّف المكنسة مثلًا اللي هي إيه، اللي هي اللي بتكنس وبتمسح دي. أكيد هتحتاجي كده بقى التنضيفات العميقة كده ومش عارفة إيه يعني هيعدّي عليكِ فترات زي كده وهتحتاجي للحمام موب عادية تنضّفي بيها يعني، هي مش بُصّي مش هتبقى مثلًا حاجة غالية أوي بس هتحتاجيها يعني، فهاتي واحدة جردل كده موب يكون كويس، ومش لازم تجيبي بقى الحاجات اللي هي بآلافات، أصل في حاجات بآلافات، لأ هاتي حاجة متوسطة، حاجة عادية يعني، وبس كده. كنت بقى في يوم السبت دوّة عملت مكرونة وكفتة باختار حاجة كمان أكل سهل يوم السبت، يعني أنا يوم السبت ده هو مش عارفة ليه بسبب نزول إن أنا باودّي بنتي الدرس وبارجع، فبابقى مرهقة شوية، مع إني يعني متعودة أنا طول عمري باودّي بناتي حتى الكبار اللي كبروا كنت باودّيهم دروس بس ما تعرفوش بقى الصحة والّا إيه كبرنا في السن ف ده بقى كان تاني يوم، يوم الأحد، كان خلاص بقى مدارس وكانوا نزلوا على المدارس، نزّلتهم حتى هنا لابسة الإسدال اللي بانزّلهم فيه، وقُلت أعمل كده بقى إيه، فنجان القهوة بتاعي عشان أشوف ورايا إيه، أنا قبل القهوة طبعًا باشرب يعني باخد حاجة خفيفة كده آكلها، أي حاجة بسيطة لو بسكوتة، حتّة فاكهة، حاجة بسيطة كده. كان في حد سألني بتجيبي بُن إيه؟ أنا باجيب بُن العروبة، ومش يعني مش ثابتة عليه يعني بصراحة، أوقات ألاقي حاجة تانية ممكن أغيّر يعني باجرّب يعني، أنا دلوقتي ماشية على بُن العروبة. في سدرة المنتهى بتقول لي: "ربنا يبارك لِك في بناتِك يا حبيبتي." باقول لِك يا إيمان أنتِ كان عندِك قناة اسمها إيمان زين الدين؟ لأ، مش قناتي لأ، أنا لسه ظاهرة لي على فكرة امبارح تقريبًا، فشُفتها يعني. تسلمي يا حبيبتي على الدعاء بتاعِك، ربنا يحفظ ذريتنا جميعًا. أنا هنا بقى إيه، ما صدّقت إن البنات كانوا كلّهم بقى أنتم عارفين الأسبوع ده امتحانات، كلّهم نزلوا دخلت على أوضة البنات الكبار قُلت أنضّفها لهم، هُم بصراحة بينضّفوها وبيعملوها، يعني حتى الملايات دي هُم كانوا لسه مغيّرينها امبارح. بس أنا بقى قُلت إيه، بما إن الموب الجديدة دي جات، قُلت أنضّف كده بقى وأجرّبها وأشوف الدنيا فيها إيه، دخلت كده فتحتها وهوّيتها وخدت الموب قُلت أنضّف بيها. بُصّوا هي مش زي ما باقول لكم مش مش بنبِل لها مَيّة يعني مش بتحطّي مَيّة ولا أي حاجة، ولا بتحطّي لها حاجة خالص، هي الفكرة إن هي كل ما بتلاقيها اتوسّخت كل بقى أسبوعين، 3 أسابيع على حسب استخدامِك والمكان اللي بتستخدمي فيه، بتاخديها هم قالوا لي كده في الشركة يعني بتاخديها بتنضّفيها بنغسلها في مَيّة مثلًا دافية وأي مسحوق ونغسلها كويس ونسيبها تنشف، وبعد كده اللي هو المنظف اللي جاي معاها ده هو منظف ومعطر هو زيوت كده يعني مع بعضها بتقول لي بتحطيها في بخاخة وتبخي شوية عليها يعني مثلًا تاخد لها بتاع ربع كوباية كده والّا حاجة عشان تغلفيها كويس بالزيت ده. بس كده، وبعد كده وهُم بقى بيبيعوا دايمًا المنظفات دي طبعًا بتاعتهم كل ما بتخلص بتطلبي، يعني هو كان جاي عرض إن هي عليها نُص لتر هدية. أنا عملت بيها هي جميلة وبعدين عايزة أقول لكم عشان برضه تبقوا عارفين كل حاجة عنها، هي تقيلة، عايزة أقول لكم هي الmaterial بتاعتها يعني حلوة جدًا، جدًا لدرجة إن هي تقيلة، يعني الإيد بتاعتها تقيلة والفوطة بتاعتها كبيرة كده فبصراحة حلوة، هي عندهم إيجار وعندهم بيع، يعني أنتم لو عايزين تأجروها هُم بيأجروها ب100 جنيه في الشهر. بتيجي لِك يعني متنضفة وبتفضل بقى معاكِ وهو بييجي لِك لو عايزة تأجري تاني بييجي لِك كل شهر ياخد الفلوس يعني يدّيكِ بقى واحدة فوطة جديدة متعطرة بقى وفيها الزيوت بتاعتهم. بس كده أنا عملت بيها بُصّوا هي برضه عشان أكون صريحة معاكم هي مش عايزة بقى مكان فيه مثلًا بهدلة أو بُقع أو مَيّة، حتى أنا باقول لها طَب أنا لو حطيت مَيّة قالت لي: "لأ، ما تحطيش مَيّة علشان هي فيها الزيوت بتاعتها دي ما بيتحطّلهاش مَيّة." فطبعًا هي مش هتنفع في حمامات، عايزة أماكن يعني عارفين إن إحنا كل يوم بقى أنا بالنسبة لي عشان أنا باحب يعني كل يوم أقعد ألمّع وأعمل وعايزة حاجة مُريحة، فأنا بالنسبة لي هي مشيت معايا. إن أنا كل يوم مثلًا لو حابة ألمّع وكنت خايفة بصراحة تكون ما بتنضّفش، بس شُفتوا لمّا حطيت إيديّا كده حتى عملتها برضه في الأوض هنا عند البنات، وأنا عملت الأوض كلّها مش الأوضة دي بس،
اوضتي واوضه بناتي التانيين، فاحط ايدي كده على الارض بصراحه مش لاقيه تراب يعني، فخلاص ما دامها بتنظف وانا لازم يعني اكب ميه وابهدل في نفسي واتعب في نفسي، خلاص ما دامها هي بتنظف خلاص انا يعني عجبتني. بس هي برضو مش لو في بقع في الارض يعني ماسكه جامد هي مش هتشيلها. هي لو بقعة نص نص هتشيلها، يعني انا مثلا كان في اوضه بناتي الصغيرين كده بقعه كانت نص نص هي شالتها، لكن في المطبخ لا كان في بقعه دهون ما شالتهاش في الارض، يعني كانت صلصه كده وتقريبا طرطشت من البنات كانوا بيعملوا حاجه يعني في الارض فما شالتهاش. فأنا حبيت أقول لكم على كل حاجة ليها، يعني هي وبعدين بتقول يعني أخلص مثلا المرة اللي خلاني أعينها في الكيس بتاعها اللي هي جاية فيه، هو المفروض بنخلص تنظيف ونحطها في في شنطة، أي شنطة أي كيس يعني يحفظها. هي على فكرة عارفين فكرة إيه فوط إيكو دي، يعني أنا اللي بنضف الفوطة اللي بنضف بيها دي إيكو دول الفوط اللي هم إيه بيشفطوا التراب، عارفة كده اللي هي وانتي بتنضفي تلاقي التراب ما بيقعش. هي دي كمان تلاقيها ما تعرفيش بتقوم شافطة التراب كده وما بتخليش حاجة خالص في الأرض، التراب اللي هو الناعم ده. فهي فكرتها كده. أنا بقى كنست الشقة كلها بالمكنسة الأول، وبعد كده قمت إيه جايبة الموب اللي هي دي ونضفت بيها. عايزة أقول لكم بتعطر بطريقة يا الله أكبر بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا جدا. انا هنا بس برضو عشان كان في حد كتب لي انتي يعني بتحافظي على رشاقتك ازاي، انتي اللي يشوفك ما يقولش ان انتي معاكي بنات كبار كده. هو الحمد لله يعني الحمد لله يعني اولا دي نعمة من ربنا. هو انا يعني اي حد بيشوفني بيبقى برضو مش يعني يقول لي انتي ازاي دول بناتك يعني. فالحمد لله هي دي نعمة من ربنا انعم عليا بيها اولا، يعني كل شيء طبعا بايد ربنا، يعني بصوا ما نبصش للحتة دي ان احنا نتحكم في نفسنا او مثلا هعمل كذا او الحاجات اللي طالعة جديدة، والله هي بتبقى نعمة من ربنا. ولكن احنا بقى نعمل ايه؟ مش لازم الحاجات اللي هي المكلفة، يعني ايا كان بقى مواد تجميل ايا كان حاجات للدايت. والله احنا كل ما يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا او يعني من عند ربنا الحاجات الطبيعية دي بتبقى جميلة جدا جدا. عايزة أقول لكم الخضار، الفاكهة، الحاجات اللي هي كمان الطبيعية يعني إحنا كمصر، إحنا في مصر هنا اللي أنا باحب الزراعة حاجتنا قوي، يعني كمان ما أحبش مثلا الكابوتشا الحاجات اللي هي المستوردة دي، أحب الخس البلدي، أحب الحاجات اللي هي المزروعة بتاعتنا إحنا. أنا هنا ده كان فطاري، أنا قلت برضو أقول لكم يعني عشان بقى لو حد حابب يبدأ دايت. انا بالنسبة لي هو مش دايت، انا خلاص انا بحب الحاجة الصحية، يعني مثلا المشروبات بتاعتي ما بحطش فيها سكر خالص، ايا كان مثلا بشرب ايه ما بحطش فيها سكر. فدي برضو عادة تتعودوا عليها، البعد عن السكر. مش هتبعدي تماما، يعني انا مش هقولك بقى مش هتاكلي حلويات، لا شيء وارد ان احنا اكيد هنبقى عايزين ناكل حلويات مش عارفه ايه، لكن في حاجات مثلا الحلويات مش هتاكليها كل يوم، لكن المشروبات بنشربها كل يوم. يعني حتى العصاير لو تقدري من غير سكر يفضل. انا حتى ما يعني ما فكرة العسل النحل، اصلا انا بصراحة العسل النحل مش بثق فيه قوي، يعني يقول لك حتى انت ممكن لو هتجيبيه من المنحل، بس الفكرة هم بيأكلوا النحل ايه، ممكن يكونوا بيدوا ميه بسكر فبيطلع العسل مش طبيعي. فانا بقى ايه يعني متبعه ان انا ما اخدش ولا حتى ولا احط عسل نحل حتى ولا سكر ولا بحب السكر الدايت ده، ما بحبش طعمه بصراحه. فبشرب اي حاجه من غير سكر. انا سلقت البيض هنا زي ما شفتوا، سلقت 2 بيضه واخدت حته جبنه قريش كده صغيره، والزعتر برضو ده حلو قوي انا بحبه، وشويه زيت زيتون كده، وفطرت خدت رغيف واحد كده وفطرت. فالحركه وان انا مثلا كميه الاكل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا يعني ان احنا تلت ثلث للاكل وتلت للشرب وتلت للنفس كده، ان احنا يعني ما نحاولش ان احنا نقوم يعني معدتنا مثلا مليانة على الاخر. كل ده هيفرق معاكي مرة على مرة ان انت تغيري حاجة في النظام بتاعك، لو انت شايفة ان هو عادة مثلا غلط. لو انت مرة على مرة لو هتبدأي بربع خطوة، يعني انت لو بتاخدي كوبايتين بتاخدي معلقتين سكر في المشروب بتاعك، خدي معلقتين الا ربع، امشي عليهم اسبوعين ثلاثة، خدي معلقة ونص، امشي عليهم اسبوعين ثلاثة، هتلاقي نفسك اتعودتي كل مرة هتقللي ربع معلقة، هتلاقي نفسك اتعودتي انك انت تاخدي الحاجة دي من غير سكر تماما. انا كل الحاجات دي على فكرة كنت بقولها لجوزي زمان، انا جوزي هو اللي كان جسمه مليان وما كانش بيحب الدايت ده تماما.
لكن لمّا لقى نَفْسه إن ده غلط وخطر، ولقى نَفْسه الضغط والكوليسترول بيعلوا عليه، اقتنع وبقى وكل الخطوات اللي باقولها له الحمد لله هو بيعملها يعني. ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ الناس كلّها يا رب، ربنا يحفظكم جميعًا. هنا بقى أنا كنت خلّصت الأوضة دي زي ما شُفتم كده، وأظن شُفتم الموب بقى وهي بتنضّف كده. آآ مش عارفة أنتم يعني أنتم بقى تقولوا لي كده في الكومنتات، باين لكم إن في نضافة؟ هو أنا الدنيا مش متوسخة أوي بصراحة، يعني مثلًا بُصّوا هنا يعني يعني الدنيا مش متسخة أوي، بس أنا باحب إن أنا أعمل التلميع ده يوميًا، فهي بالنسبة لي تمام. زي ما شُفتم كده. هي بس فيها نقطة كمان إن في البورسلين هنا أو السيراميك، عشان هي فيها زيوت وكده، فتلاقوا لو كَف مثلًا رجلينا كده وإحنا ماشيين بيبصّم. فأنا بقى إيه، خلاص أنا بقى عملت الجزء دوّة، باقوم فارشة المشّايات، لكن في على السيراميك اللي هو بديل الباركيه صراحة ما بصّمش كده خالص. أنا يعني أنا اللي شُفت بصراحة قدّامي أنا حسّيت إن لأ الدنيا عملِت شوية في اللي هو السيراميك، حتى في الأوض البنات اللي هو الباركيه ده، لأ لأ في فرق، يعني أنا حسّيت بفرق. وغير التعطير ده بقى أنا بابقى فرحانة جدًا إن هو بيعطّر بالطريقة دي. عايزة أقول لكم بيفضل بالساعات، يعني أنتِ لو رشّة مُعطِّر ريحته مش هتفضل بالوقت ده، لأ بيفضل وقت طويل جدًا. ويعني أنا بقى إيه، دايمًا أعمل كده من حوالين السجاد كده يعني، فهي بقى مُريحة في كده، ولا هاكُب بقى مَيّة ولا مثلًا جردل أو موب ومَيّة ومش عارفة إيه. أصل أنا مش باشيل السجاد أوقات كتيرة وأنا بانضّف كده زي ما أنتم شايفين، فهي عجبتني في كده. معلش اقول بقى شويه كومنتات، والله حقكم عليا لازم ان انا اقول الكومنتات الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي ديت. انا اذا انا معلمه. هي بتقول لي الله يجعلهم ستر ليكي من النار يا رب، ويسترهم سترا يليق بعظمته وسلطانه يا رب يا رب، اللهم امين يا رب، هم وبناتي وبنات المسلمين، يعني بناتها وبنات المسلمين اجمعين يا رب، اللهم امين يا رب. ويسعدك بيهم يعني يا رب، ربنا يسعد ذريتنا جميعا يا رب. سلوى محمد بتقولي حبيبة قلبي يا إيمان الغالية، أنا اتعلمت منك، أنا أكبر منك في السن، بس بصراحة انتي الطاقة الإيجابية ليا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب ويسعدك. فرحتيني بجد، بتفرحوني إن أنا بقدر أقدم لكم حاجة مفيدة، يا رب كده تكونوا بتستفيدوا وبتتشجعوا كده إن شاء الله بإذن الله. كلامكم ده على راسي طبعا. باقول لكم بقى أنا كنت هنا خلّصت، وحتى البلكونة كمان عملتها، بجد ريحتني جدًا في البلكونة. أنا عايزة أقول لكم البلكونة بتاعتي بتتطرب على طول، فعملتها طبعًا يعني الحمد لله. الحمد لله طلعت تمام يعني، ف طلعت مريحة. كنت خلّصت بقى وخلاص هاقفّل. أنا هنا حبيت بس أورّي اللي سألتني على الستاير، هي بتقول لي: "هُم شيفون والّا كِتّان؟" هي كِتّان، هي من قريب حبيت أصورها لِك صورة من قريب. في نجوى جمال بتقول لي بافرح أوي لمّا بتنزّلي فيديو يا حبيبتي، ربنا يخلّيكِ، والله بابقى عايزة أنزّل على طول بس مش عايزاكم تزهقوا. ومش يعني أنا مش عارفة، خايفة تزهقوا من الفيديو ده عشان طويل شوية، يا رب ما تزهقوش كده. والله أنا عشان أرُد على الناس اللي طالبين معلومات أو يعني طبعًا إحنا بنحب نستفيد من بعض، كلنا أكيد بنستفيد من بعض، فأنا حابة أرُد عليهم. أنا هنا بقى كنت دخلت أعمل الغدا بقى بتاع يوم السبت، كان فتة وكوارع مش قادرة أقول لكم. بصوا الكوارع دي بصراحة احنا ما عندناش حد بيحبها، أنا ليا بنت واحدة بس هي اللي بتحبها، يعني بتحبها بجد. لكن التانيين بالنسبة لي أنا يعني مش هقول لكم ما بحبهاش، أنا الحمد لله برضو من نعم ربنا باكل أي حاجة. بص نعمة ربنا دي كلها بقول عليها الحمد لله وباكلها ومش بعترض على أي أكل نهائي. لدرجة إن الكوارع دي أنا مش بميل ليها، بس ما بقولش ما بحبهاش، أنا ممكن تتحط لي أخد مثلا قطمة أو قطمتين وأحس نفسي شبعت منها. فالكوارع دي أنا بالنسبة لي دي الأكلة الوحيدة اللي يعني إيه، فباكل منها كمية قليلة قوي يعني. فأنا حبيت أعمل لنفسي، قلت المرة دي كده أعملها مسلوقة، أسيب حتتين مسلوقين كده يمكن تعجبني وأخلص قطعة كاملة. فهجرب لسه النهاردة بصراحة، أنا مكنتش لسه اتغديت يعني. بس هنا طبعا لازم بنعملها بالصلصة بتاعتها، التوم طبعا والطماطم زي ما انتوا عارفين كلكم. ضربت هنا طماطم، ما عنديش أنا طماطم مصلصة دلوقتي، فعصرت كده شوية وحمرت التوم، معلقة توم حلوة كده، انتوا عارفين هي بتحب التوم طبعا. وسبتهم يتسبكوا شوية، وبعد كده حطيت الكوارع بقى في الصلصة برضو تكمل سواها في الصلصة. في ميمو بتقولي
نوع المكنسة إيه وهي قوية والّا إيه؟ عشان رميت مكنستين قبل كده، هي نوعها LG، هي من ناحية القوة هي ما شاء الله قوية يعني. لأ هي ما شاء الله قوية يعني. بتقول لي: "وسور البلكونة جميل إزاي ده؟ هو مش بيعوّر والّا إيه؟" هتشوفي في آخر الفيديو هاوريكِ كل حاجة. فالمكنسة، وفي حد كان لمّا المرّة اللي فاتت قُلت على المكنسة العلبة، هي بتقول لي: "اغسليها من بالليل وتقومي الصبح." ما أنا عارفة والله، بس هي الفكرة إن أنا أوقات بابقى قايمة مثلًا ما بتبقاش إيه، بيّنت لي من قبلها بيوم إن هي عايزة تتغسل، فاقوم أبقى عاملة حسابي إني هاكنس، فألاقيها مش بتشفط خالص، فدي الفكرة. فباضطر إن أنا بقى خلاص مش هاكنس بالمكنسة النهارده، باضطر إن أنا أغسلها بس الأول. لكن هي من ناحية الشفط ومن ناحية يعني وأنتِ بتفضّي العلبة هي مريحة، يعني وإحنا بنفضّي العلبة كده بتبقى مريحة جدًا. ف الجي نوع المكنسة. الصلصة بقى هنا عملت ملح والفلفل وحطيت ال7 بهارات، وحطيت معلقتين صلصة طماطم كده، وهاحط بقى إيه كام قطعة الكوارع. مين بيحب الكوارع يا جماعة هنا؟ مش عارفة مين بيحبها. في كمان رودي بتقول لي: انتي ساكنة فين؟ حاضر انا في مدينة نصر. حاضر هتقولي هقول لكم في اخر الفيديو. في منى محمود بتقول لي: ممكن نوع مسحوق غسالة الاطباق والزيت؟ حاضر هقول لك المرة الجاية، معلش عشان المرة دي انا قلت مش هلحق فما صورت، كنت عشان هصورهولك وتبقي برضو يبقى قدام منك على طول. حاضر. بصوا شيماء سعيد بقى هي اللي بتقولي: ممكن اعرف ازاي بتحافظي على رشاقتك؟ انتي جميلة وانيقة ورقيقة حبيبتي، رب والله العظيم انتي اللي جميلة. بصوا يعني هي بتقولي كمان: احلى حاجة انك بتتقبلي النصيحة. لما انا في الفيديو اللي من كام فيديو كده قلت ان انا بتقبل النصيحة وعادي يعني وما بزعلش من الانتقادات او كده. فربنا يخليكي حبيبتي، انتي اللي جميلة والله. فزي ما بقولك كده انا ده اللي بمشي عليه. انا هنا بصوا الفته، بس الاول الفته انا حطيت العيش طبعا ببقى محمصاه. بصوا بقى من ضمن الحاجات مثلا، انا خلاص انا كده كده هحط لها مثلا من الصلصه انا عاملاها بزيت او كده والثوم، فمش لازم احمر تاني العيش في سمنه تاني، يعني كفايه دسامه يعني. وكمان وانا بطبخ مثلا بالزيت او السمنه ما باخدش كميات كبيره. فدي كمان معلومة يعني مهمة جدا. وبعدين السمنة البلدي يا جماعة ابعدوا عن السمنة التانية اللي هي العلب دي تماما. بصي لو بالسمنه العلب دي بتحطي مثلا 3 معالق، حطي نص معلقه من البلدي لو انتي مستغليه التانية، بس هي افيد. التانية دي مضره جدا. انا بقى بحط كده شويه صلصه من اللي انا عامله فيها الكوارع على الفته، وبحط شويه شوربه بس كده. وببقى مخليه بقى صلصه، يعني ببقى شايله شويه كده من اللي هو اللي احنا عملناه في الاول، بتبقى تقيله كده. لو حابين بقى هما يحطوا حاجه زي ما هنحط كده على الرز كده من على الوش وبس كده. بتبقى جميلة قوي الفتة بالطريقة دي، مش لازم يعني اقعد احمر العيش تاني او اعمل تومة تاني محمرة وصلصة تاني. انا باخد شوية من بتاعة الكوارع بس كده زي ما انتوا شايفين كده. في منى محمود بتقولي: ممكن تزودي أرفف في المطبخ عشان يعني ترصي الحاجة براحتك وتبقي مرتاحة أكتر من كده؟ حبيبتي تسلمي على اهتمامك وردك كده والمعلومة. بصي هو الدنيا والله تمام في المطبخ، بس برضو أنا بس مستنية أشيل الأنابيب إن الغاز الطبيعي هو اللي يجي. أنا عندي ضرفتين كبار يعني هما واخدين محطوط فيهم الأنابيب، فلا هي الدنيا الحمد لله تمام يعني، مش محتاجة بصراحة أرفف الحمد لله. هنا بقى كنت بدوق الفتة معاكم. انا يعني البنات عندي ياكلوا الفتة يقولوا لي احنا نحب الفتة ولكن الكوارع لا. لكن انا بقى بنتي هي اللي جت اللي بتحب الكوارع، كانت جت دلوقتي. عرفت لها بقى هي واختها الصغيرة وهم اللي هيتغدوا، هي بتحب الكوارع يعني. هنا بقى انا حبيت اصور لكم الاجواء بالليل في الشقة عندي. احنا هنا ببقى بالليل ما يعني ما بشغلش الاضاءة اللي هي الشديدة ولا كده، الليد بس، يا اما بتاع المراية يا اما بتاع المكتب، وبيبقى دايما بتاع اليونت بتاع المكتبة اللي تحت ده. الليد ده بس هو اللي بيبقى مشغلاه بالليل. وبتسألوني أنا ساكنة فين؟ أنا ساكنة في مدينة نصر، في مكان في مدينة نصر اسمها المنطقة العاشرة. على محور الطريق اللي بره ده هو اسمه محور شينزو أبي. هو كان الأول كان حاجة تانية يعني الطريق ده. بصوا انتوا كلكم بتقولوا لي يعني ان الفيو جميل، هو فعلا بسم الله ما شاء الله الفيو جميل جدا. عايزه اقول لكم يعني والله ربنا هيكرمكم ان شاء الله باذن الله، طول ما انتوا بتفرحوا للغير يعني دعويكم الجميله دي. انا كنت يعني انا طول عمري كده افرح للغير، فالحمد لله ربنا بيكرم. فطول ما انتوا بتفرحوا للغير كده ربنا ان شاء الله باذن الله هيكرمكم وهيرزقكم باللي نفسكم فيه واكتر. هنا بتقولي: هو الازاز بيعور؟ انا بوريك اهوت. هو لا مش بيعور، هو ازاز اللي هو السكوريت بتاع الشاور بتاع الحمامات ما بيعورش.
تمامًا، يعني بُصّي أنا باورّيك حتى الفواصل بتاعته أهيّة، لأ مش بيعوّر ولا حاجة، فتمام، يعني هو إزاز سوكوريت، وده الليد دهوّة برضه معلّق يعني، فإن شاء الله بإذن الله نحاول نجيب كهربائي. بتقولوا لي الأسعار، بُصّوا الأسعار هنا بتختلف، مش هاقول لِك من شقة يعني من عمارة للتانية، أو من شارع للتاني، هو فعلًا بيختلف من عمارة للتانية، يعني عمارة مثلًا بقى لها سَنة أو 2 غير اللي بقى لها 10 سنين، غير اللي بقى لها 20 سَنة. أنا مش هاقدر أقول لِك الأسعار في كذا، كذا، يعني الأسعار كتيرة جدًا في المنطقة دي، يعني حتى أنا يعني المكان اللي أنا فيه ده سعر، واللي قصادي الناحية التانية ده سعر، يعني فالمكان ده فيه أسعار كتيرة جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم إن العمارة اللي أنا فيها دي الدور لوحده، الدور الواحد يعني ما شاء الله على 7 شقق. لو أنتم مهتمين وعايزين في المكان ده قولوا لي، أنا ممكن أكتب لكم رقم صاحب العمارة، بس هي الأسعار في المكان ده يعني مرتفعة شوية، يعني فوق فوق ال2.000.000 يعني، دي لو شقة مثلًا صغيرة. فلو أنتم حابين ومهتمين أنا اديتكم range يعني، ممكن يبقى فيه أقل حاجة بسيطة، ممكن بقى يبقى أعلى، فلو أنتم مهتمين أنا ممكن أكتب لكم رقم صاحب العمارة. في ريما بقى بتقول لي إن هي معجبة يعني وكده بالقناة، وإن هي سورية وعايشة في إسكندرية، حبيبتي أهلا بيكي. في منى محمود اللي كانت بتقول لي على زودي القرفه في المطبخ. في نسمة بتقول لي عايزة نوع الشاشة، وهي كمبوسة، هي نوعها فريش، كمبوسة أعتقد 65 بوصة. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. واتمنى كده تكتبوا لي لو كنتوا استفدتوا، اكتبوا لي، وان شاء الله باذن الله عايزه اعمل لكم بقى ايه جوله في المطبخ، اكتبوا لي كده لو عايزين.